صباح الخير عليكم وصباح التفاؤل. معكم لطيفة. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم مزيانين وتكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اللي اول مرة كيشوف الفيديو ديالي تنقول ليه مرحبا بك عندي ومرحبا بيا عندكم، وكنتمنى نكون خفيفة على قلبكم. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد السؤال ديال واحد الاخت بغات تعرف التربية اسلاميا والمشاكل اللي كتكون هنا في اوروبا، وكيفاش زعما خصنا نربيو وليداتنا باش نتفاداو هاد المشاكل. وقلت غنجاوبها هكا فيديو ومنها نشارك معكم بعض النصائح اللي ربما تنفعكم الناس اللي مقبلين وكيبغيو يجيو. وصافي هادشي اللي كاين هنا. كيف مشيو نشارك معكم معي في الطريق قبل ما نمشي للخدمه. خديت قهوه كناخذها دائما باش نحل عينيا ضروري، ودرت الحليب مع جينسينك والكافي. هذه القطيطه ديالي شي نهار غنشارك معكم. ربيناها سميتها لوتشي، غادي نقدمها لكم. جيت انا كنفطر وهي حتى هي جايه جالسه. المهم ضروري حتى هي ان شاء الله شي نهار غندير فيديو نقول لكم الطريقه كيفاش يعني خديناها باش ربيناها، لان كاينين بزاف المسائل عاد ممكن باش الواحد ياخد شي قطه هنا. ها انا كنسلم عليكم هنا وغادا الخدمه، وان شاء الله غنجاوبكم على السؤال. نجاوب الاخت. قبل ما نجاوب، واحد الاخت سولتني على الفيديو السابق وشافت داك المنظر ديال ديك الطريق اللي كنت كنصور فيها وعجبها المنظر بزاف، وقالت لي فين هنا بلاصه. هاد البلاصه هادي بالضبط في هذاك الشارع فين كنت غادا انا. سمي هذا كامل تيقولوا ليه كورسو فرانشا. هاد المنطقه هادي زوينه هنا في ايطاليا في تورينو، كورسو فرانشا. المهم نكمل معاكم. بالنسبه للتربيه اسلاميا او التربيه هكا ديال الوليدات والمشاكل اللي كيقدروا يتلقاو، اول حاجه التربيه كتبدا من الصغر. داكشي علاش ربيتي ولدك، داكشي علاش غادي يمشي عليه. عندكم الفتره من الصغر من اللي يلاه كيتزادوا، اما منين كيوصلوا الفتره المراهقه صافي هذاك الشيء ما يعني كيولي موضوع اخر، كيخرج هو للشارع كياخذ تربيه اخرى. ولكن اللي عطيتيه ليه في الدماغ ديالو واللي ربيتيه عليه في الصغر راه هو اللي غادي ياخذ يعني لا باز، كتبدا من الاول. بالنسبه مثلا للوليدات اللي كيكونوا في المغرب كيكونوا صغار عاد كيجيو كتكون احسن، لانهم كيشوفوا عاداتنا وكيشوفوا تقاليدنا وكيشوفوا بزاف المسائل، كيكونوا حلوا عينيهم على هذاك العالم ديالنا حنا الاسلامي، كيكونوا عارفين كل شيء. الغلط اللي كيديروا شي والدين هنايا في اوروبا كيكون وليداتهم كيتزادوا هنايا بحكم كيكونوا خدامين وملهيين وما مسالينش، ما كيعرفوهمش على داك الجو الاسلامي بزاف اللي حنا عشناه في المغرب. يعني مخطا كيكون غير في المناسبات مثلا في الاعياد وهذا، اما يوميا كيكون الانسان الله يحسن العوان مشغول كيفرط شويه. وراكم عارفين الوليدات اي حاجه كياخذوها وكياخذوها هما صغار، اما لا كبروا صافي ووصلوا سن الرشد راه ما بقى لك فين تربيه ولا فين تزيد مثلا عاد غتقول انا غنربي هذيك، راه كيكون غلط. يعني التربيه راها كتكون اخوتي من الصغر. والمشاكل اللي قلت لكم اللي كيتلقاو هنايا هما اللي ملي كيوصلوا الوليدات المرحله ديال المراهقه صافي انت كتكون ربيتي ودرتي اللي عليك. الوقت اللي هو كيوصل لسن المراهقه كيخرج الزنقه صافي. كيكون مع رفقاء، بعض المرات كيتلقى مع رفقاء السوء، كيشوف عالم اخر، كيولي كيحس براسو هو كبير، كيبغي يدير اللي بغى. داكشي علاش ملي كيكونوا صغار كتكون شويه فيهم بحال نقولوا الدم شرا معاهم. يعني داكشي اللي خداو شي حاجه ديال الاسلام وديال هادي حلال وهادي حرام وهادي اللي خصك ديرها ودي اللي ما خصكش ديرها، يعني شويه. اما الاغلبيه اللي كيكونوا تزادوا هنا وكيكونوا والديهم ما وراوهمش راه الصراحه كيضيعوا لهم في يديهم. وكذلك ما نكونوا صريحين، راه شحال من العائله كيكونوا كيربي وكيديروا مجهود كبير مع وليداتهم، ومني كيخرجوا كما قلت لكم اخوتي الزنقه راه لا اله الا الله. ملي كيوصل للسن الرشد راه صافي كيكون هو والعقل ديالو وشنو اللي كيتبع، وكنطلبوا لهم الله الهدايه. هذا الشيء اللي كنطلبوا. من ناحيه هنايا راهم كاينين المساجد. بالنسبه للاخت اللي سولتني كاينين هكا المساجد
على حسب المناطق. بحال دابا انا جيت في واحد البلاصه بعيده بعيد عليا، اما كاينه اختي حداها نهار الحد وخويا كيديروا كيقروهم القران. وكاينين مثلا بحال هكا في لي سونطر في المدن، ولا بد ما كيكون الجامع في اي بلاصه فين ما مشيتي، وكيكونوا المجازر اسلاميه، وكيكون كل شيء اسلامي. وبالنسبه للتربيه احنا بالنسبه لايطاليا ما عندناش شي مشاكل الحمد لله، ماشي مثلا بحال السويد والمانيا. تما كيكونوا كيعلموا وليداتهم ملي كيمشيو للمدرسه كيبغيو يقولوا هذا حلال او حرام كيديو لهم وليداتهم. حنا لا، حنا غير المهم ضروري ما توصيه باش يحترم الديانات الاخرى. احنا ديننا عارفينه الحمد لله ومؤمنين به، ولكن الواحد ما خصوش يعطي واحد الكر لولادو لناس اخرين، لان احنا في بلاد الغربه ما يمكنش لينا حنا نمشيو غنعايروا واحد اخر على جنسيته على مثلا دينه ولا داكشي. لا، هذه هي نقدر ننصح بها. صافي ممكن ولدك ملي كتربيه ملي كتدخليه المدرسه مثلا راه كيعطوك واحد الورقه، ها اش خصو ياكل، ها اشنو اللي ما خصوش ياكل، ولا ريليجيوني مثلا داكشي ديال الدين كتفرض عليهم انهم ما يقراش. طبعا هما ديك الورقه كيحترموها وكيحترموا هاد المسائل هذه من ناحيه ايطاليا الحمد لله. مع انهم كاينين شي وحدين فعلا عنصريين وضد هاد الشيء، ولكن نسبه كبيره كما تنقول لك احترمتيهم تحترم. هذه راه معروفه، احترم تحترم. وضروري ما كيكون تاني الاهتمام مثلا بالنظافه ديال الوليدات، من اكل من شرب من ملبس. خصو دائما الوليدات كيمشيو للمدرسه نقيين ويتعلموا الاداب كما قلت لكم، ويحترموا الشخص الاخر، يعني ما يكونوش قباح وباسلين. هذه هي التربيه اللي ممكن الواحد يربي بها وليداته واللي ينصح بها وليداته باش ما يطيحش في المشاكل اللي هما يقلبوها على الفرصه فين يشدوا في الانسان ويقولوا لا هذا صافي حيت اسلامي راه هذا كذا وكذا. مهم هذه هي التربيه اختي. الوليدات ملي كيكونوا صغار راه ممكن تحكمي فيهم، اما الا كبروا راه صافي اي حاجه كياخذوها في الصغر كياخذوها. ودائما خص الواحد يخلق واحد الجو في الدار ديني واسلامي. راكم عارفين القران تطلق يوم الجمعه، منين الوليدات كيشوفوا والديهم كيصليو كيعرفوا الصلاه كيعرفوا اشنا هو الاسلام. وكذلك كاينين قنوات كاينين اذاعات اسلاميه الانسان كيديرهم هكا لوليداته في الدار وكيعرفوا على اشنو خصي ها اللي يكون ها اللي ما خصوش يكون، ها الدين ديالنا ها المسائل ديالنا. وخلاص الجامع كما قلت لك اختي. وكاينين هادو دار القران انا ما عارفاهمش بالضبط فين كاينين بزاف، ولكن انا عارفه وحده كاينه حدا اختي كنهضر على المدينه اللي انا فيها. وطبعا راه كيكونوا في مناطق اخرى ضروري الانسان خصو غير يسول. كنتمنى اختي نكون انني جاوبتك على السؤال وقلت لك داكشي اللي قدرني عليه الله، اللي عرفت واللي قلت واللي كنحس به هو اللي باش جاوبتكم. وفي الاول وفي الاخير غنطلبوا ربي يحفظ لينا وليداتنا ونطلبوا لهم الهدايه. ودائما ملي نكونوا نصليو ندعيو معاهم محدهم هما راهم واخا كيكبروا وكيوصلوا سير الرشد في عينينا حنا دائما كيبقاو صغار. والله يحفظ لكم وليداتكم ويحفظ وليدات المسلمين اجمعين يا ربي. وكنطلبوا الله تعالى يهديهم هذا الشيء اللي كاين، لان اختي راني قلتها لك راه كاينين شي والدين كيكونوا مساكن ما مقصرينش مع وليداتهم دينيا واسلاميا، ولكن ملي كيخرجوا للشارع راه كتكون امور اخرى، كيتلاقاو مع اصدقاء السوء وكيبقاو يحلوا عينيهم في واحد العالم اخر. وهذا الشيء اللي كاين وكنطلبوا لهم الهدايه. صافي هنا باش ما نزيدش نطول عليكم، انا راه وريتكم شويه داك الشارع ودابا دخلت غير هنايا المارشي غناخذ ليا شي حاجه نسخرها خاصاني. وكنتمنى نكون خفيفه على قلبكم، واللي اول مره كيشوف الفيديو ديالي ما تبخلش عليا بلايك واشتراك وبارطاج باش تعم الفائده. خليتكم على خير ونتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله تعالى. مع السلامه.